أفاد مصدر في سفارة المملكة بالمغرب أن المواطن المسن الذي عثر على جثته داخل شقة في مدينة الدار البيضاء بالمغرب يعاني أمراضا عدة منها السكر والضغط، مؤكدا أن السفارة تتابع القضية منذ تبليغها بها. وأضاف المصدر أن السفارة طلبت من الجهات المغربية المعنية تشريح جثمان المواطن لمعرفة أسباب الوفاة، وهو ما أمرت به سلطات الأمن بالمغرب. وبحسب صحيفة الوطن، فإن المواطن كان موجودا بالمغرب لمتابعة سير قضية رفعها هناك بعد أن تعرض للنصب والاحتيال، وكانت الشرطة المغربية قد عثرت على جثة المواطن السعودي متعفنة داخل شقته في منطقة برشيد بمدينة الدار البيضاء مساء الأربعاء الماضي، فيما تم نقل الجثة إلى الطبيب الشرعي لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة، وفتح تحقيق في الحادث.